في سنة 1954، في وقت كان الحلم الأمريكي فيه لسه بيتبنى على إيد ناس بتشتغل بجد. كان فيه بياع اسمه راي كروك، راجل عنده 52 سنة. الراجل ده ما كانش عنده لا ثروة ولا شهرة، كان بيلف بعربيته من ولاية لولاية بيبيع مكانات ميلك شيك، نوع معين بيعمل 5 كوبايات في نفس الوقت. راجل كافح طول عمره، جرب حاجات كتير وفشل في حاجات كتير، ووصل لسن كبير وهو لسه بيدور على الفرصة اللي تقلب حياته. بس الغريب اللي شد انتباهه إن مطعم صغير واحد في الصحراء طلب منه 8 مكانات دفعة واحدة. يعني المطعم ده لوحده بيعمل 40 ميلك شيك في نفس اللحظة. ده رقم مجنون بالنسبة لمطعم في مكان نائي. الأرقام ما كانتش منطقية، وفضوله ما سابهوش يرتاح. قرر يركب عربيته ويسافر مسافة كبيرة جدا عشان يشوف بعينه المطعم ده بيعمل ايه. وصل سان برناردينو في كاليفورنيا، وهناك شاف حاجة غيرت حياته. لقي مطعم الأخوين ماكدونالدز، ريتشارد وموريس. لقى طابور طويل من الناس، بص الطابور ده بيمشي بسرعة غريبة. الزبون بيطلب وفي ثواني معدودة الأكل بيبقى في إيده. مفيش انتظار، مفيش فوضى، مفيش أطباق بتتكسر، ولا موظفين بيلفوا يخدموا على الزباين. كل حاجة ماشية زي ساعة سويسري. قعد يتفرج على المطبخ ولقى إن الأخوين ما بنوش مطعم عادي، دول بنوا نظام. كل واحد في المطبخ عنده شغلانة واحدة بس بيعملها بإتقان. واحد بيشوي، واحد بيحط الصوص، واحد بيلف، واحد بيقدم. المسافات بين كل محطة محسوبة بالملي. الأكل جودته ثابتة، نفس الطعم ونفس الحجم كل مرة، مش معتمد على مزاج الطباخ. ده كان مفهوم جديد تماما في زمن كان الأكل السريع فيه بطيء وغير مضمون. كروك مهتمش بس بالبرجر، هو شاف النظام اللي ورا البرجر. غيره كان ممكن ياكل ويمشي ويعجبه الأكل وخلاص، لكن هو شاف حاجة تانية خالص. شاف إن النظام ده ممكن يتكرر، ممكن تاخده وتحطه في 1000 مدينة ويطلع نفس النتيجة بالضبط. الأخوين كانوا راضيين بمطعمهم الواحد، أما كروك كان بيشوفه إمبراطورية. وهنا النقطة المهمة، هو ما كانش شيف عبقري ولا صاحب فكرة مطعم جديدة، ولا حتى هو اللي يخترع النظام ده. هو كان مجرد بياع، بس بياع عنده عين بتشوف الإمكانيات في حاجة نجحت وقبل للتكرار. عرض على الأخوين إنه ينشر فكرتهم في كل أمريكا. اشترى حصة في المطعم، وبعدين اشترى الاسم كله، وحول النظام الصغير ده لإمبراطورية عالمية من الفرنشايز مالية الدنيا كلها، وبقى ماكدونالدز اللي نعرفه النهاردة. طبعا القصة فيها جانب تاني. في ناس بتقول إن الأخوين اتظلموا في الصفقة، وإن كروك ما كانش دايما عادل معاهم، وده درس في حد ذاته. إن الطموح لما يبقى من غير مبادئ بيسيب وراه ناس مجروحين. النجاح اللي بيتبني على ظلم لحد بيفضل فيه نقطة سوداء مهما كبر. بس الدرس اللي ينفعك انت. قصة راي كروك بتورينا إن عمرك مش عائق للبداية. الراجل بدأ وهو في سن 52 سنة، في سن ناس كتير بتفكر في الراحة. وبتورينا كمان إن النجاح الحقيقي بيجي من بناء نظام قوي ومتسق، مش بس من الموهبة أو الشطارة الفردية. الموهبة بتتحرك بواحد، أما النظام بيتحرك ب1000. طيب إيه النظام اللي ممكن تبنيه النهاردة عشان توصل لنجاح زي ده؟ شاركونا رأيكم في التعليقات.